السلام عليكم، ازيكم فرانا عاملين ايه؟ خمسة جد كده بموضوع المية اللي طلع ترند ده. وانا الحمد لله انا معروف لو ما بطلعش اتكلم على حاجة الا لو حاجة ضرورة جدا. طبعا جاي لي رسائل كتير قوي على الواتساب، برضو في السوشيال ميديا طول وانا بقلب امبارح على التيك توك او على الانستجرام بيظهر لي موضوع المية ده كتير قوي. تعالوا دلوقتي نخش الدنيا وربنا يستر يا رب مش حاجة، وبرضو يبقى توعية برضو لأي حد بيشوفني. يعني لو قدرت افيده بحاجة اديني خدت الثواب، وبرضو ما يبقاش حصل لحد ضرر. لو انا في ايدي اساعد حد ما بقاش خدت اي ضرر. يلا بينا يا شباب يعني ايه الدنيا، واحاول اجيب لكم الحاجات المؤكده او الحاجات المظبوطه. لو نقول بسم الله طبعا من غير فيس كام عشان الموضوع جه على غفله بس. يلا بينا نقول بسم الله. وما تنساش لو الفيديو عجبك تشترك على القناه الجميل وتشترك على الجرس، وهتلاقي اي حاجه تنزل في اي حاجه جديده تنزل عندنا على الانستجرام فورا. اي حاجه مختلفه اي حاجه جديده بعد الشر حاجه زي الموضوع ده لا على طول بتنزل عندنا على الانستجرام الاول. يلا بينا نخش في الدنيا، واهم شيء نصلي على النبي وربنا يستر علينا وعليكم يا رب جميعا يا رب. والسلام عليكم. السلام عليكم. منتشر الآن وعلى كل وسائل التواصل الاجتماعي رجاء عدم الشرب من مياه الحنفية أيام الحد والاثنين والتلات، مية معدنية فقط. المية اللي عملت الكارثة في أسوان من كام يوم تقريبا هتصل في نهر النيل للقاهرة والجيزة على بكرة. مصادر علمية أصدقاء وأحباب لي أكدوا هذا الكلام رغم إن في جهات علمية هتنفيه. فرجاء شخصي ممنوع شرب المية حد 2-3 للأهمية القصوى. حتى لو الخبر ما كانش صحيح برضو الوقاية خير من العلاج. بس أنا أثق في مصادري تماما لأنهم دكاترة في الميكروبيولوجي على أعلى مستوى، ووجهوا لي النصيحة دي نظرا للعلاقة الشخصية الممتدة منذ يعني عشرات السنين معهم. اللهم بلغت اللهم فاشهد. في حته ثانيه عايزين نشرب منها، في حته ثانيه عايزين نشرب منها، في حته ثانيه عايزين نشرب منها. اي حته ثانيه